قبل ما ابدا الفيلم احب اقول لك وحشتني يا زميلي. فيلمنا النهارده مزيج من الاكشن والخيال العلمي اللي طبعا انت متعود عليه عندنا في القناه. طبعا ما تنساش اللايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيلم. يبدا فيلمنا النهارده في لندن مع بودي جارد اسمه مايكل. نعرف ان مايكل ده بيشتغل في وكاله الامن والحراسات متخصصه في حمايه وامن الشخصيات المهمه، وبيكون مايكل اهم حارس في الوكاله دي يا صاحبي. ده طبعا لانه محترف في الفنون القتاليه بكل انواعها ومقاتل قوي جدا فشخله، حاجه كده زي العبد الفقير لله. بعد كده بيظهر لنا واحد اسمه تاكيشي، وده تاجر سلاح كبير جدا جدا، وعلشان هو تاجر سلاح بيكون مطلوب قتله وتصفيته، وكمان عايزين يتخلصوا منه اكتر من حكومه وجهه. ومن هنا الشركه اللي شغال فيها مايكل بتكلفه بمهمه حمايه وحراسه وتامين تاكيشي. وعلى الرغم من المهمه دي محفوفه بالمخاطر وصعبه جدا جدا، الا ان مايكل بينجح في اتمام المهمه وبيوصل تاكيشي بسلام للطياره الخاصه بتاعته. وبنشوف ملامح الفرحه والسعاده على وش مايكل لانه نجح في المهمه بتاعته، وهيترقى بقى يا زميلي وياخد منصب كبير. لكن فجاه كل ده بيتغير تماما لما بيتم خيار تاكيشي وهو جوه الطياره، وبينضرب عليه رصاص من قناص بعيد عنه، وبتتحول ملامح الفرحه والسعاده اللي على وش مايكل لحزن ويأس وخيبه امل. بعد كده بياخدنا الفيلم وبنعرف انه مرت سنين على الحادثه دي، ومن تاني بيظهر لنا مايكل وهو في مهمه جديده لحراسه وتامين محامي مشهور جدا جدا اسمه سيفر. انا ماليش دعوه، هو اسمه كده. ولما بيكون مايكل في مهمه الحراسه وتامين المحامي ده، بيهجم عليهم مجموعه كبيره من المجرمين اللي عايزين يقتلوا المحامي دوت. لكن مايكل بيكون محترف ومتمرس في الفنون القتاليه وممتاز في فنون الدفاع عن النفس كمان، زي ما انت عارف يا صاحبي، زي العبد لله. بيقدر من غير استخدام اي اسلحه خالص، وبالاعتماد بس على قدراته واتقانه لفنون القتال، انه يعلم عليهم ويسيطر على الوضع بالكامل، وينجح المره دي في مهمته الصعبه جدا فشخله، وبيامن المحامي وبيحافظ على حياته. بعد كده بيروح بينا الفيلم لدوله بيلاروسيا، وهناك بيظهر لنا الرئيس ديكوفيتش، حاجه كده زي ابراهيموفيتش. بيكتشف لنا الفيلم ان الرئيس ده هو رئيس فاسد وديكتاتوري كمان، وليه اعداء كتير جدا جدا عاوزين يتخلصوا منه النهارده قبل بكره. والرئيس ده هو بيوصل له اخبار وبيتاكد منها، وبيعرف منها ان البروفيسور اسيموف بيجهز لمشروع ممكن ياثر على وضعه الرئاسي، والمشروع الخاص بالبروفيسور دواتي خطر جدا جدا على الرئيس وخطر على وجوده في الحكم. فبينتقم الرئيس دواتي واعوانه من البروفيسور، وبيقتلوه بيخلص على كل عيلته، مش البروفيسور بس كمان. لكن الجريمه دي بتتكشف وبتوصل للميديا والاعلام، وبتحصل مظاهرات كبيره وضخمه جدا جدا في بيلاروسيا، لحد ما الموضوع بيوصل لساحات المحاكم والقضاء. هنا بقى بنكتشف ان البروفيسور نفسه ما قدروش يموتوه، وبيروح المحكمه وبيحكي كل التفاصيل اللي حاجه حصلت له، وازاي وليه الرئيس دوا حاولوا انهم يقتلوه وخلصوا على كل عيلته. اتاري يا صاحبي ان دي محكمه دوليه، وبنشوف ان الرئيس ديكوفيتش بيكون هو كمان في المحكمه دي، بس للاسف الشديد مش بيكون مع البروفيسور اسيموف اي دليل او شاهد على الجريمه البشعه دي. ولما وسائل الاعلام والميديا بتعرف بكده وان الرئيس ديكوفيتش ممكن يفلت بالجريمه دي، وسائل الاعلام بتنادي اي شخص عنده اي دليل ولو بسيط جدا جدا من بعيد حتى انه يدين الرئيس ديكوفيتش يروح المحكمه ويثبت كلامه. بعد كده بننتقل لصاحب المكتب الانتربول الدولي، وبنشوف كبار عملاء محققين الانتربول مجتمعين مع الشخص ده اللي اسمه داريوس. وبنعرف ان داريوس هو قاتل مأجور يا صاحبي، محترف فشخله، وكان بيشتغل لفتره طويله جدا جدا مع الرئيس ديكوفيتش. وكان الرئيس البيلاروسي ده بيستخدم داريوس في تصفيه وقتل اعدائه سواء جوه بيلاروس او في الخارج. وعلى الرغم انه تم القبض على داريوس، لكن بيرفض يتكلم خالص او يعترف باي حاجه تدين الرئيس ده. طبعا محققين وعملاء الانتربول عايزين داريوس يعترف ويشهد على الرئيس ديكوفيتش عشان يدينوه، وبيعقدوا معاه صفقه واتفاق. والاتفاق بيقول هيتم الافراج عن مرات داريوس اللي محبوسه اللي اسمها سونيا. وبيفكر داريوس شويه كده وبيوافق على العرض المتقدم ليه من العملاء، وبيقرروا انه هيتم نقل داريوس للمحكمه فورا عشان يعترف على الرئيس ديكوفيتش. وخلال عمليه نقل وحراسه وتامين داريوس بتظهر لينا العميله ايميليا، وهي المسؤوله عن اتمام المهمه دي. وبيكشف لينا الفيلم يا صاحبي ان العميله ايميليا كانت من كام سنه هي الجيرل فريند بتاعت مايكل، واختلفوا وفركشوا مع بعض وسابوا بعض. بنرجع للوقت الحالي بقى يا معلم، وفجاه عربيه من العربيات المشتركه في نقل وتامين داريوس بتتعرض للتفجير كبير في وسط الشارع، ومجموعه من المسلحين بيضربوا نار بكل حته باسلحتهم الرشاشه على عملاء الانتربول، وعايزين يمنعوا داريوس من الوصول للمحكمه والشهاده ضد الرئيس. وبيحصل تبادل اطلاق النار بين المسلحين دول وعملاء المحققين الانتربول الدولي، لكن عدد المسلحين بيكون اكتر بكتير من الحكومه، وبينجحوا انهم يقتلوا ويخلصوا على كل افراد الانتربول ما عدا ايميليا وداريوس. وبتفضل ايميليا وداريوس لوحدهم بيتبادلوا اطلاق النار مع المسلحين دول لحد ما بيقدروا في النهايه يخلصوا عليهم تماما لانهم محترفين. وداريوس بيقول لها احنا كده تعرضنا للخيانه، واكيد في شخص مجهول في الانتربول معاكم بيشتغل جاسوس لصالح الرئيس ديكوفيتش. ومش بيكون قدام ايميليا غير انها بتاخد داريوس لمكان امن هي عارفاه علشان تحميه وتقدر توصل بيه المحكمه في الوقت المناسب اللي هناك هيقول شهادته. بعد كده يا صاحبي بنفهم انه مساعد رئيسه الانتربول الدولي واللي اسمه جين بيطلع هو الجاسوس اللي بيشتغل لصالح الرئيس ديكوفيتش. ومش بس كده، بيتقابل كمان معاه وبينقل له كل حاجه بتحصل بالتفصيل الممل داخل جهاز الانتربول الدولي. ولما بيعرف جين المكان اللي مستخبيه فيه ايميليا مع داريوس، بيتصل مباشره بالرئيس ديكوفيتش وبيبلغوا على مكانهم. وبتتصل ايميليا بمايكل وبتحكي له على كل حاجه حست معاها، وبتطلب منه المساعده في انها تقدر توصل داريوس بسلام للمحكمه. ولما بيكون مايكل عايز يتحقق باي حاجه وعايز يبعد نفسه عن الامور دي، ايميليا بتهدده انها تبلغ انتربول بتاعها عن العمليات الخاصه اللي كان بيعملها لو رفض انه يساعدها. ومش
ومش بيكون قدام مايكل حاجه غير انه يوافق على كلامها، وبيسافر وبيروح بسرعه فعلا يتقابل معاها. وبنكتشف يا زميلي ان انفصلوا عن بعض بسبب تاجر السلاح اللي اتقتل جوه الطياره اللي في اول الفيلم. فاكره يا زميلي؟ كان مايكل مسؤول عن حراسته ومهمه تامينه، لكن مايكل دلوقتي شاكك ان ايميليا هي اللي بلغت عن خط سير لعمليه التامين كلها للانتربول عشان تاخد مكان مايكل في الترقيه في الشغل. اول ما مايكل بيشوف داريوس يا معلم بيمسكوا في خناق بعض زي العيال الصغيره، وبنفهم انهم بيعرفوا بعض كويس جدا جدا قبل كده، لان داريوس في مرات كتيره جدا كان بيتم تكليفه بقتل بعض الشخصيات المهمه اللي بيكونوا تحت حراسه وتامين مايكل بحكم شغله. وفاست وهما بيتخانقوا مع بعض بيحصل نزيف في رجل داريوس وبيغمى عليه وبيفقد الوعي تماما. اتاري ان داريوس اتصاب في رجله يا معلم لما المسلحين هجموا عليه اثناء عمليه النقل والتامين بتاعته للمحكمه. طبعا ايميليا بترفض توديه المستشفى وهي اللي بتعالج داريوس وبتعتني بيه، وبتطلب من مايكل انه يحرس ويامن داريوس لحد ما يوصل المحكمه من غير ما يتعرض لاي حاجه. ولما بتخرج ايميليا عشان تتقابل مع رئيسه الانتربول الدولي، فجاه جماعه مسلحين تبع رئيس ديكوفيتش بيهجموا على داريوس ومايكل وعاوزين يخلصوا على داريوس، ومايكل وداريوس بيدافعوا عن نفسهم بكل قوه وشجاعه وبيهربوا يا معلم وبيسرقوا عربيه من العربيات اللي واقفه عندهم وبيتحركوا بسرعه بيها قبل ما يتقتلوا. لكن طبعا المجرمين بيفضلوا وراهم وبيطردوهم وبيضربوا على بعض نار طبعا، لحد ما في النهايه عربيه المجرمين بتتفجر بيهم لان داريوس فرغ فيها خزنتين كاملتين من الرصاص. هنا بقى مايكل بيركز كده وبيسال داريوس سؤال محوري لولا بيحلزون: ليه انت عاوز تشهد ضد رئيس ديكوفيتش مع انك من سنين طويله جدا كنت بتشتغل معاه وبتاكل معاه عيش؟ وما تقوليش بقى ضميرك صحي وجو الصعبانيات ده يا زميلي. بيرد عليه داريوس يقول له: يا عم انا مش فارق معايا كل الكلام ده كله، انا عايز اطلع مراتي من السجن، وده الاتفاق اللي بيني وبين الانتربول. بيرجع بينا الزمن يا صاحبي فلاش باك لما داريوس بيحكي لنا قصه حبه مع سونيا مراته، وانه اتعرف عليها في كازينو لما كانت بتتخانق وتدافع عن نفسها. هو شافها بتتخانق من هنا واعجب بيها من هنا. يا سلام، علاقه توكسيك. وانهم اتعرفوا على بعض في الكازينو وحبوا بعض واتجوزوا. وبنفهم ان سونيا كانت بتشتغل مع داريوس جوزها في كل العمليات اللي كان بيعملها، وكانت بتساعده في نيوتي للناس لحد ما اتقبض عليهم هما الاثنين خلال عمليه من العمليات دي. وبيكمل داريوس حكايته لمايكل وازاي داريوس عرف طريقه الاجرام دوت، وان بدايه الحكايه لما والد داريوس كان بيشتغل زي راهب كده او قسيس في كنيسه، لكنه لما كان غلبان اتعرض للقتل على ايد مجرم من غير سبب خالص. كان داريوس وقتها عنده 16 سنه بس يا زميلي، ولما عرف المجرم اللي عمل كده في ابوه، داريوس قتله وخلص عليه وانتقم لوالده. ومن وقتها وهو اتحول لقاتل مأجور يا معلم، وبقى محترف في شغله واشتغل سنين طويله لصالح الرئيس ديكوفيتش. وبيوصلوا هما الاثنين مع بعض البيت مايكل في مدينه امستردام اللي موجوده في هولندا، ومش عايزين فيز الشنجن ده، بيروحوا كده عادي. وبيغفل داريوس مايكل وبينجح في الهروب منه، والعصابه وراهم هنا وبيراقبوهم في كل حته. بعد كده بينجح مايكل انه يلاقي داريوس من تاني هنا، وبيتفقوا انهم هيبطلوا امور العيال دي وانهم هيساعدوا بعض. ويفضلوا هما الاثنين يتكلموا ويدردشوا مع بعض في كلام كتير عن قصه وماضي وحياه داريوس، لحد ما مايكل بيفهم منه ان داريوس هو القناص اللي قتل تاجر الاسلحه تاكيشي اللي كان في اول الفيلم يا زميلي، وان ايميليا ملهاش ذنب خالص في اللي حصل ده زي ما هو كان فاكر. هنا مايكل بيبقى غضبان جدا ويتنرفز جدا 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 من داريوس، وبيضربه بيقول له: انا ماليش دعوه بيك ولا هحميك حتى، وبيسيبه وبيمشي. وبعد كده بلحظات بيروح مايكل على كافيه من الكافيهات اللي في وسط المدينه ديت وبيستريح شويه. المسلحين بيظهروا من كل حته وبيحاولوا يصفوا داريوس ويخلصوا عليه تماما. في البدايه مايكل مش مهتم جدا ولا عايز يساعد داريوس حتى، وفاضل قاعد مكانه منفض للحياه. لكنه لما بيحس انهم فعلا ممكن يخلصوا على داريوس ويقتلوه، بيتحرك بسرعه كبيره لانقاذ داريوس، وبينجح داريوس انه يهرب منهم وبياخد المركب ويطير بسرعه في البحيره. لكن في نفس الوقت ده مايكل بيقع في ايد المجرمين دول وبيقبضوا عليه وبيهددوه بالقتل لانهم عايزين يعرفوا داريوس مستخبي فين بالظبط. طبعا مايكل بينفض لهم ولا اي حاجه ولا كانه موجود معاهم. طبعا هم بيضربوه وبيعذبوه علشان يعرفوا منه اي معلومه، لكن هو بيرفض يتكلم معاهم عن اي حاجه خالص. فجاه يا معلم بيظهر داريوس وبيضربهم كلهم وبياخد مايكل وبيهرب بيه، وبيركبوا العربيه وبيمشوا بيها خلعونا من المكان في طريقهم للمحكمه يا زميلي عشان داريوس يقول شهادته قدام الرئيس ديكوفيتش في المحكمه. مايكل بقى يا معلم بيحكي لداريوس عن الطريقه اللي اتعرف وارتبط بيها بالعميله ايميليا، وان اول مره شافها كانت في واجب عزا عميل مهم جدا معاهم، وهي كانت هناك مع افراد الانتربول لانهم كانوا عايزين يقبضوا على اخو العميل اللي مات ده. ولما حراس الشخص ده بيكتشفوا وجود افراد الانتربول في العزا، بتحصل معركه قويه جدا فشخله اللي بالصدفه مايكل بيكون في العزا ده، وبينجح انه ينقذ ايميليا منهم. ومن ساعتها هم اتعرفوا على بعض وحابوا بعض فشخله. ولان مايكل خبير امن متمرس في الشغلانه بتاعته دي، بيطلب من داريوس انهم يغيروا العربيه لعربيه تانية، وبالفعل بيغيروا العربيه عشان المجرمين ما يقدروش يتعرفوا عليهم خالص. بس على مين؟ المجرمين بيبقوا يراقبوهم يا صاحبي وعارفينهم هم بيعملوا ايه، وبيهجموا عليهم كمان، وبتحصل ما بينهم مطارده عنيفه وقويه جدا جدا جدا. مايكل بيتصل بايميليا وبيعتذر ويتاسف لها على كل اللي حصل، وانه كان فاكرها ان هي سببت في قتل تاجر السلاح تاكيشي اللي كان هو مكلف بحراسته، وبيبلغه انه خلاص عرف مين اللي عمل كده وهو داريوس. ولما داريوس بيسمعه وهو بيتكلم كده، فجاه بيدوس فرامل العربيه وبيرمي مايكل من العربيه وبيهرب هو لوحده، والمجرمين بيكملوا مطارده لداريوس. لكن طبعا لان داريوس جامد فشخله بيضرب عليهم نار وبيقدر انه يقلب العربيه بتاعتهم خالص. عمنا مايكل يا معلم بيتحاصر من مجموعه من المجرمين الكتير، وبيدخل جوه
المطعم وبيتصدى ليهم وبيقدر انه يخلص عليهم كلهم. داريوس يا معلم بيرجع تاني لمايكل وبياخده من المكان دوت وبيروح يا معلم لقاعة المحكمة، وداريوس بيقول شهادته قدام الرئيس ديكوفيتش وبيعترف بكل المصايب والجرائم اللي عملها الرئيس ده في شعبه. ولما بيتم القبض والتحفظ على الرئيس ديكوفيتش داخل المحكمة، فجأة بره يا معلم بتوصل شاحنة كبيرة وضخمة جدا جدا وبتنفجر انفجار قوي وعنيف قدام المحكمة. وفي قاعة المحكمة جوه الرئيس ديكوفيتش بيبقى عايز يقتل داريوس وبيضرب عليه نار، لكن على اخر لحظة مايكل بياخد الطلقة في ظهره وبينقذ داريوس بنفسه، وبينجح رئيس ديكوفيتش انه يهرب من المكان ده، لكن داريوس بيفضل وراه وبيطارده. في الوقت ده بتكون ايميليا بتتقاتل مع جين نائب رئيس الانتربول الدولي بعد ما كشفت حقيقته انه بيشتغل جاسوس هنا لصالح الرئيس ديكوفيتش. ولما بيكون جين خلاص على وشك انه يقتل ويخلص على ايميليا، بينقذها مايكل وبيقتل جين، ورئيس ديكوفيتش يا معلم عايز يهرب بالطياره هليكوبتر من المحكمه دي خالص ويطير ويخلع من الحته دي، لكن داريوس بيكون وراه وبيقدر انه يقتل طاقم الطياره كلها وبيفجرها كمان يا معلم، وبيزيح رئيس ديكوفيتش برجله من فوق المبنى وبيبقى ميت طبعا اكيد مش هيطير. وبتوصل الاسعاف وبياخدوا مايكل عشان يروح المستشفى ويطلعوا الرصاصه اللي جوه ظهره. هنا داريوس بيكون مبسوط وسعيد جدا فشخله، وبيروح لمايكل ويشكره انه كان جنبه كتف في كتف على كل اللي حصل ده، وبيشكره علشان انقذ حياته كذا مره من الموت، وكمان عشان ساعده ان هو يقول شهادته ويكون سبب في انه زوجته سونيا تطلع من السجن وترجع لحضنه تاني. وبتوصل ايميليا يا معلم وبترجع لمايكل من تاني. في نهايه الفيلم يا معلم بنشوف داريوس ومراته سونيا بيرقصوا في الكازينو اللي اتقابلوا فيه، وبتحصل خناقه كبيره من حواليهم ولا هم فارقه معاهم خالص، وبيكملوا رقص في نهايه وسعاده وبيعيشوا كلهم في تبات ونبات ويخلفوا صبيان وبنات. ولو عجبك الفيلم دوس لايك شير سبسكرايب، سمعنا رايك في الكومنتات كالعاده، وبس كده سلام.